شاهد ماذا حدث، ولكن قبل هذا عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك القناة حتى يصلكم منا كل جديد. الجميع يعلم بأن الفيفا قامت بإعطاء اللاعب محمود عبد المنعم كهربا شهرين كمهلة إضافية لسداد الغرامة لنادي الزمالك، وهو الأمر ذاته الذي كان سيعتمد عليهم من مرتضى منصور في دفع مستحقات اللاعبين وإملاء خزينة نادي الزمالك بهذه الغرامة، ليصدم الجميع داخل نادي الزمالك وليجن جنون مرتضى منصور الذي خرج بالأمس وأهان الجميع وأعلن أمام الجميع أن هذا غير مقبول وهذا مستحيل، وأن الكابتن محمود الخطيب يفعل كل شيء من أجل عدم سداد هذه الغرامة. مشاكل، كوارث، فضايح داخل نادي الزمالك، وصدمة وجنون وانهيار من مرتضى منصور. ليدخل على الخط فورا الإعلامي أحمد موسى عندما أهان مرتضى منصور وعندما أهان كل جمهور نادي الزمالك بالأدب والاحترام، عندما قال: عزيزي الزملكاوي، ازيك، عامل ايه يا صاحبي؟ عارف انك زعلان، وعارف انك حزين وقرفان بعد الموسم الصفري والمصايب اللي عملها مرتضى منصور في النادي، وعارف كمان انك مش طايق نفسك ونفسك في نص خبر بس يفرحك. لكن هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. النهارده الفيفا ادى شهرين مهلة جديدة لكهربا علشان يدفع الغرامة، قبل ما حد يصبرك ويقول لك كده كده الشهرين دول مفهومش ماتشات وان كده الفايدة هتزيد. خليني اشيل الغمامة بقى اللي على عينك يا صديقي الزملكاوي وتعالى، عشان هصدمك دلوقتي وهعرفك بالحقيقة. الحقيقة ان المهلة دي كارثة حقيقية للأسف على نادي الزمالك. بالنسبة لكل عشاق النادي الزمالك كارثة، صدقني كل حاجة كانت متوقفة على الفلوس دي، وانها هتدفع اليومين دول المليون وشوية دولار بتوع لشبونة عشان القيد يتفتح، مرتب أوسيريو اللي متأخر، مرتبات اللعيبة اللي الموسم خلص وما خدوش 30% من رواتبهم، ده غير كمان انهم عايزين مقدمات الموسم الجديد، الصفقات الجديدة بقى سواء تم الشراء من أنديتهم أو مقدمات عقودهم. للأسف عزيزي الزملكاوي، أنا مش عايزة أصدمك أكتر من كده. للأسف فكرة إن الفلوس مش هتدخل الزمالك قبل قفل القيد معناها إن ناديك في عدات الموت حرفيا، ومش بس معناه إن مفيش صفقات ولا رفع أو إيقاف قيد، لأ، ده معناه إن حتى اللي موجود زي زيزو وفتوح وغيرهم ده هيمشي لأنه ما بياخدش فلوسه بكل بساطة، والأجانب كمان، والمدرب اللي هيحق ليهم إنهم يفسخوا تعاقدهم مع نادي الزمالك، وتدخل كمان في دايرة قواضي وإيقاف قيد جديد. ولف بينا يا دنيا، دي آخرتها يا دنيا من كوارث وفضايح مرتضى منصور. الموضوع صعب عليك عزيزي الزملكاوي ومحزن ومؤلم، وحقيقي مفيش أي كلمات هقدر بيها أواسيك. قلبي عندك يا أخويا، قلبي عندك يا صاحبي، قلبي عندك يا كل زملكاوي. طبعا الجميع يعلم ان مرتضى منصور عمل اجتماع في بيته امبارح، والصدمة والحسرة اللي كانت عنده ما كانتش عند اي حد. اقسم بالله ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. يا ظالم لك يوم. مرتضى منصور فضل يحلف بيمينه ويحلف طلاق من مراته ويحلف برحمة امه ان انا هبطلك كورة يا كهربا، هبطلك كورة وهخليك تيجي تبوس جزمتي قدام الجميع، ومش هسيبك في حالك وهعرفك انت مين. انت عيل هارب وعيل تيت مش هقدر اقولها. وكمان كل شوية يشتم في الكابتن محمود الخطيب. هعرفك مين هو مرتضى منصور، الاسد والذكر. وكل شوية يشتم في حسين الشحات ولاعبين النادي الاهلي، وكمان بيشتم في لاعبين الزمالك، اخرهم شيكابالا اللي خرج امبارح يقول هو كابتن، عندنا 100 كابتن، هو قائد، عندنا 100 قائد، وانا مش هخليه يلمس كورة تاني، وهخلي اسري يقعدوا دكة لعند ما يعتزل من النادي الزمالك علشان اللي هو بيعمله. وحملة التمرد اللي بيعملها داخل النادي الزمالك، اقسم بالله العلي العظيم انسان مختل لا يعرف ادب ولا احترام ولا تربية ولا قيم ولا مبادئ. الاسطورة العالمية اللي الجمهور بيقول عليها، بيطلع امبارح المختل وبيهينه قدام الجميع ويقول ان هو عامل حملة تمرد على كل لاعبين النادي الزمالك، المسلوسي والجزيري، ومحدش عملها الا هو. عامل لي فيها اسطورة، ده انت اسطورة من ورق، اسطورة اقسم بالله ماليك اي لازمة يا جماعة. راجل مختل، وانا مش هقول اكتر من كده. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله،
ولايك واشتراك القناة حتى يصلك منا كل جديد وحصري في كرة القدم. شكرا لكم على متابعة الفيديو لحد الآخر. كنتم مع توب تيم.